أعزائي متواجدين معاكم الآن نقل مباشرة وصول نادي الشباب من صالة عرباسكو صالة الطيران الخاص بجدة. الجماهير الشبابية موجودة خلفي الآن، حشود من الجماهير الشبابية تنتظر وصول الباص الفريق الآن في هذيك الناحية كما تشاهدون. عبد الله القريني امين عام النادي موجود في الاستقبال، عدد من المركز الاعلامي والعلاقات العامه بنادي الشباب موجودين داخل الصاله في انتظار الفريق. طبعا موجود طبعا موعد الوصول كنا في البدايه نحصل في الصاله الداخليه، ايضا الصاله الداخليه كان في هناك، احنا كنا موجودين ايضا في الصاله الجنوبيه الصاله الخاصه بالطيران العادي، ولكن فاجأنا انه صار في اختلاف في صاله الوصول. بعض الجماهير لسه ما زالت في صالة الطيران، يمكن تسمعوا الصوت الآن. بدأ يمكن يوسف الدبيسي هذا مصور المركز الإعلامي أول يمكن اللاعبين الآن طبعا ممنوع طلب عدم إجراء اللقاءات ويندل مرحبا حسن معاذ. ايش يتفرج في الفيسبوك تويتر اكيد حسن معاذ وتويتر. طارق النوفل اللي تسبب لحظه عبد الله، طارق النوفل اللي تسبب في، ما قلت لنا مكان الوصول صح ترى على فكره، كنا رحنا الصاله الداخليه والله تغير علينا ما دريت والله انا. موعدنا في الفندق، موعدنا في الفندق في الماريوت، نتقابل ان شاء الله اكيد. يعطيك العافيه. طبعا شايفين الزلزال، ناصر الشمراني، وليد عبد ربه، مختار فلاته. ايش رايك في بلوتيلي؟ حبيبي مختار فلاته، الحركه اللي دائما يسويها مختار فلاته اللي يأشر كذا هي حركه دائما. ماجد العمري، ناصر الشمراني، الزلزال. كيف الحال؟ طبعا منع اللقاءات، معانا اجراء اللقاءات. وخلنا نخرج نشوف الجماهير. يمكن شايفين الازدحام الجماهيري. طبعا منع اللقاءات، معانا اجراء اللقاءات. وخلنا نخرج نشوف الجماهير. يمكن شايفين الازدحام الجماهيري، وزي ما قلنا هذا جزء من الجماهير الموجوده. بعض الجماهير كانت متواجده في الصاله الداخليه، ويمكن الجمهور الشبابي بيوصل رساله بهذه الحركه. هذه نشوف هم يصعدون الباص.